انا شايف ان انت في وضعك دلوقتي يعني تبين لسه معلم بتنافس بقوه. لسه ان شاء الله في ثلاجه لحوم ورا حضرتك هتيجي هنا. ثلاجه لحوم هتيجي هنا كويس. عارف يا جدع ده استاذ كنا مع حضراتكم في بث مباشر من معرض دهلية للسلع الغذائية لافتتاح مبادرة حب أهل مصر اللي حققتها مديرية التموين بالدقهلية تخفيضات 15 ل 30% في الفترة من 15 ل 30 في الفترة من 16 ومتابعه جيده من خلال اجهزه المحافظه. انت استاذ المتابعة على فكرة، احنا ما شفناش متابعة كده متابعه جيده من خلال انه يبقى موجود متواجد مفتش تمويني على مدار الساعه موجود عشان محدش يعني يحاول انه يغير الاسعار او يتلاعب في الاسعار. احنا موفرين هذا المكان واحنا اللي مجهزينه في افضل الشوارع الرئيسيه اللي موجوده في محافظه الدهليه وفي مدينه المنصوره تحديدا. وكذلك في حي غرب بنفس الوضع وبنفس الجوده وبنفس الكفاءه، على اساس ان احنا بنوفر السلع، بندي للناس اماكن،
مكنهم من ان هم يوفروا الاسعار. عندنا جهاز رصد مبكر وسريع، عندنا تجارب بنحاول ان احنا نعملها من خلال الدفع بالمواطنين من خلال السوشيال ميديا، الرصد الاعلامي عن مواقع التواصل الاجتماعي، بنشوف هل بالفعل انه اللي احنا بنعمله ده احنا ماشيين في الطريق الصحيح ولا لا. في تحرك سريع وفوري. ده مش أغذية بس حضرتك، ده ملابس جديد، وأجهزة ملابس وأجهزة كهربائية. كهربائية. احنا داخلين في موضوع تاني وقبل خالص. عيد وقبل احنا العيد. بنغير فكر المعارض في محافظة الدقهلية. 89 مول مشارك في هذه المبادرة، مبادرة في حب مصر والداخلية. الكل مجرد ما ابتدينا ان احنا يعني نعلن عنها، الكل يعني كان حريص على انه يسارع في المشاركة فيها، بانه ينزل في الاسعار من 25 ل 30% في كل المنتجات. وده الالزام، الزام ليهم في المده الزمنيه اللي هي 7 ايام، ولا هيغيروا فيها يعني يوم ولا 2 ولا هي 7 ايام؟ 7 ايام. واحنا مش بنضحك على المواطن ابدا. بص يا فندم، المصداقيه اساس العمل. كلنا بنسعى كجهاز تنفيذي على بالفعل على ان احنا نخدم المواطن. ومصانع كمان داخله. اقتصاديه على كل الناس كلها بتئن من ارتفاع الاسعار. احنا على قد ما بنقدر هنا بنظبط هذه الاسعار، ودي مسؤوليتنا على قد ما بنقدر. باذن الله احنا مستمرين في المبادرات. وبعدين برضو عايز اقول احنا بمشيئه الله والعينات موجوده عندهم قناعه السلعه. بكره بمشيئه الله برضو باذن واحد احد هيتم افتتاح منافذ جديده في منطقه الشمال بقى، عندنا في المنزله وعندنا في المطريه وباذن الله في الجماليه هيتم الافتتاح، وعندنا برضه في محل الدمنه هيتم فتح برضه منافذ. عندنا بنتيح الفرصه للناس في اوقات بعد الساعه 10 صباحا اللي ظروفه ما تسمحلوش، لانه كان في ناس كتير بتشتكي ان هي بتنزل تطلع من الساعه الشغل 1 والساعه 2 في نفس الوقت احنا بنقول للايه؟ اصحاب المخابز هذه المنافذ عباره عن وسيله رادعه لاي واحد يحاول ان هو يتلاعب في دعم المواطن. احنا هناخد الحصه بتاعته وهننتجها احنا في مخابزنا، مخابز المحافظه، او في المخابز بتاع اصحاب المخابز اللي عندهم امانه العرض واللي بينتجوا كويس، وهنحجزها عندهم وهنطلعها ونبيعها في المنافذ. وده اللي حصل في ميت عنتر في منافذ قفلت. الأخيرة. في المراكز امتى؟ كل واحد هيحافظ هيبقى حريص على انه خايف، يحافظ على الحصه بتاعته. خاصة بعد اللي حصل في ميت عنتر بقى كل المنافذ كل الافران تقريبا بقت متخوفة من حاجة زي كده، فبدأ يلتزم خوفا من يعني الرقابة الميدانية اللي ممكن تتواجد في اي لحظة. المواطنين اللي كانوا بترضى بان هي تسلم البصائر بتاعتها لصاحب المخبز اللي كان بيجمع بال 400 وال 500، خلاص لما لقى قدامهم منفذ بيديله العيش بتاعه كل يوم بحد اقصى 40 رغيف وانتاج 10 على 10 مواصفات القياسية وفاتح من الساعه 10 الصبح من غير ما ياخد منه لا 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا يساومه على كميه الخبز اللي هيديها له، كله هيلاقي انه كله بيتسحب منه البطايق. في نفس الوقت احنا هنظبط البطايق اللي بتبقى موجوده مجمعه عند اصحاب المخابز، وطبعا في قرارات وفقا للقانون وفقا لتعليمات ولاء وزير التموين بان احنا طبعا يعني اللي هيتصرف او اللي هيتواطأ بمنتهى الوضوح والصراحه مع اي صاحب مخبز احنا هنحرمه من الميزه دي. اللي زي ما بنقول اللي بيلزموا العيش ينزل له. هيتم سحب جزء من حصته يعني؟ بتاعته مع اخر او مجمعه في مخبز من المخابز هيتم بالفعل وقف حرمانه باذن الله. وهنفتح منافذ تابعه للمحافظه في اجا، في السنبلاوين، وفي بكرنس، وفي المنزله، في المطريه، بينزل يرصد الاسعار ويشوف الاسعار الجمله شكلها ايه، الاسعار الناس بشكلها ايه، واحنا بنجبر في هذا التسعيره بتاعت السلع.
بالاضافه الى انه الاعلان اللي موجود، اليافطه اللي موجوده على واحد المجازر، الناس بتنزل الشارع علشان تطمن، مستنفرين، الصحه مستنفره، الاسعاف مستنفره.